قال عنها الشيف شربيني يا تكات يا حركات، هي دي خليفتي في المطابخ. ولما شافتها جورجينا قالت ايه ده، دي اللي هتهزمني بشياكتها. عبير الصغير بلوجر لبنانية أمورة قدرت خلال سنة ونص إنها تجمع أكتر من 20 مليون متابع على صفحتها على التيك توك. 20 مليون شخص بيستنوا عبير كل يوم عشان تنزل فيديو من فيديوهاتها، فيديو مدته دقيقة واحدة بس وصامت بتشرح فيه وصفة من كل بلد، مرة الكشري، مرة المحشي المصري، مرة الملوخية المصرية. فيديوهات عبير كلها صامتة. عبير شايفة إنها بتقدر توصل المحتوى والمعنى اللي هي عايزة توصله للناس من خلال رياكشناتها وتعبيراتها. فيديوهات عبير صامتة علشان حلمها إن هي توصل للعالمية، وإن فيديوهاتها تلف العالم كله ما تقتصرش بس على الوطن العربي. وبسبب كده ناس كتير من على مستوى العالم كله بدأت تتابع عبير. انت لو بصيت على الكومنتات على اي فيديو لعبير هتلاقي عدد كبير جدا من تعليقات بلغة غير عربية. ما نسيتش عبير الصغير فضل الشيف شربيني عليها اللي هي اتعلمت منه واعتبرته قدوة ليها، لدرجة ان لما الشيف الشربيني شاف فيديو لعبير قال يا تكاته يا حركاته، هي دي خليفتي في المطابخ. محتوى عبير مش كله بيتكلم عن الطبخ، نقدر نصنفه ان هو 50% موضة و50% طبخ. كومنتات كتير عند عبير دايما بتسألها عن الاوتفيت اللي هي لابساه منين وبكام وازاي، وانا عايزه البس زي كده. كل فيديو العبير بتظهر فيه بطقم اجدد واحلى من الطقم بتاع الفيديو اللي فات، لدرجه ان جورجينا مرات كريستيانو لما شافت فيديوهاتها اتجننت، قالت ايه ده، دي قدرت تهزمني بشياكتها. كمان جورجينا استغربت ان عبير بكل جمالها وانوثتها دي ولا زالت محجبه. وكمان والدة عبير قبل كده قالت لها شيل الحجاب بقى، حرام نخفي الجمال ده كله. لكن عبير كان عندها وجهة نظر انها قالت ان هي مقتنعة بالحجاب، وكمان ده بيساعدها انها تقدم خطوط افضل للموضة من خلال فيديوهاتها. هو فعلا حقيقي ان معظم البلوجرز عندهم ملايين في ثروتهم، ولكن عبير الصغير ما بتهتمش بان هي تجمع ثروة، هي عايشة على الاعلانين اول 3 اللي هي بتعملهم لكذا منتج طول الشهر يا دوبك بيكفوا مصاريفها. ناس كتير عرضت على عبير انها تفتح تحديات مع الناس التانيين، لان احنا عارفين طبعا ان الفلوس على التيك توك والدعم بيبقى جاي اكتر حاجه على التحديات. لكن عبير رافضه انها تعمل حاجه زي دي، وبتقول ان هي مش عايزه اي حاجه تشتتها عن المحتوى بتاعها. لكن بصراحه مع التغيرات وارتفاع سعر الدولار الفتره اللي جايه دي، انا شايفه ان هي عبير ممكن تغير رايها. الاحترافيه في فيديوهات عبير خلت الناس تفتكر ان هي وراها اكتر من 5-6 اشخاص تانيين بيساعدوها ان هي تطلع الفيديو بالشكل ده. لكن الحقيقه ان عبير ظهرت قبل كده في فيديو قالت ان هي بتبقى صاحبه الفكره، صاحبه التصوير، صاحبه الاخراج، حتى الاغنيه او الموسيقى اللي هي بتحطها على الفيديو بيكون من اختيارها الشخصي. قالت كمان ان هي مش حابه انها يبقى في عندها شركه بتنظم لها الحاجات دي، لان هي ما تضمنش ان الشركه هتمشي على نفس دماغ عبير وتحافظ على النجاح اللي عبير قدرت توصل له في فتره قليله جدا. عبير كل يوم بتضيع من وقتها 8 أو 9 ساعات علشان تطلع فيديو بالجوده بالاحترافيه وبالجمال اللي احنا كلنا بنشوفه ده، لدرجه ان هي لحد دلوقتي سنجل، ما عندهاش وقت للارتباط ولا للحب. بالرغم من كده في ملياردير سعودي عرض عليها الجواز وقال لها حتى يا ست لو انت مش فاضيه ال 24 ساعه المهم تبقي مراتي. عرض عليها قصر وسياره وطياره، لكن عبير رفضت عشان فرق السن الكبير. عبير ما يبانش عليها يعني، بس هي لسه صغنطوطه عندها 23 سنه. قالت قبل كده عبير انها حلمها انها تسافر العالم كله، وشفت لها مقطع كانت بتقول اللي عايزني اروح بلده يبعت لي زياره. الحقيقه هي بدات بتركيا، وتاني زياره ليها كانت في مصر. عبير عملت شعبيه كبيره ليها في مصر بعد الفيديو اللي نشرته عندها على التيك توك. حبيبي come to Egypt. عمل اكتر من 15 مليون مشاهده، وكانت السبب في ان ناس كتير عرفت عن مصر. فيديو ب3 جنيه حقق لمصر نشاط ترويج سياحي محدش عمله قبل كده. شكرا يا عبير. ايه لو ما نخبطش، بس يعني هي الست عملت شغل محدش عمله في وزاره السياحه، فيعني شكرا يا عبير والله. خلاص قلنا، انا شكرتها، انا مش كفايه.